شوفوا بشرتي كي تهدأت، ما كملاش ربع ساعه تكالمات وتهدأت. السلام عليكم البنات، كي مع صحه ان شاء الله تكونوا بخير. على خير لقاكم فيديو تاعي ان شاء الله. غندير معكم روتين ديال البشره الحساسه. الا بشرتك حساسه او عندك حاجز البشره متضرر او عندك بشره تفاعليه، اكيد كتكون بسبب حاجز البشره كيكون متضرر. يعني هذا اي منتج درتيه كتفاعل مع البشره ديالك، يعني سواء باحمرار سواء بعلامات بحال حبوب حمراء في البشره ديالك بسبب كتحسي بقريص او وخز وقت ما درتي شي منتج. لهذا غادي نوريك منتج واحد غادي ينفع معنا في هذه المشاكل كاملها. غادي يقلل لنا الاحمرار ضد الالتهاب، وكذلك غادي ينفعنا حتى الا عندنا حاجز بشره ضعيف، غادي يقوي لنا حاجز البشره اللي هو الازريك اسيد. لهذا نشارك معكم الازريك اسيد اللي عندي وغادي نوريكم كيفاش غادي نديرو روتين. انا دخلت منتج جديد في البشره ديالي اللي شفتو معايا هو الهيدروكينون، ولهذا خرجوا لي شي حبوبات. هذا الشيء عادي انه كيديرهم اي منتج جديد، لهذا ديما كندخلوا المنتج بالتدريج باش نعرفوا شكون السبب او شكون اللي دار لنا هذاك التحسس. انا دخلت الهيدروكينون هذه السيمانه هذه وخرجوا فيا بعض الحبيبات هنايا وحبيبه هنا حمراء، وكاين واحد شويه الاحمرار في البشره تاعي. لهذا هذا في روتيني الصباحي اليوم غادي يكون هو الازريك اسيد، لان كما قلنا كيقلل الاحمرار وكذلك كيقلل او كيهدئ البشره كذلك، وكيخدم على الالتهابات، يعني كيقلل الالتهابات او مضاد للالتهابات. انا عندي هذا نخليكم اكيد الصوره تاعو وديجا هضرت عليه. الحاجه وجهي نقي، انا غسلته في الصباح. انا ما كنديرش غسول البنات باش نكون واضحه معكم، يعني ما كنغسلش وجهي بغسول، كندير الماء فقط هكاك باش نحتفظ بهذوك الزيوت اللي كتفرزها البشره ديالي، كنحتفظ بهم في البشره ديالي. ولكن اكيد كندير واقي ديال الشمس اذا كنت خارجه. المهم توضيت غسلت وجهي ناشف. اول حاجه غادي ندير كريم ديال محيط العين باش نحمي منطقه محيط العين. المنتج اللي كندير كما قلت لكم ديك المره حتى هو دخلته على اساس انه باش يرمم ليا حاجز منطقه محيط العين. رطبنا محيط العين وكنخدموا بحال هكا باش كنساعدوا على دوران الدوره الدمويه هنايا. وثاني حاجه باش المنتج تمتصوا على البشره بطريقه صحيحه. تاني خطوه اللي غندير مباشره السيروم. انا عندي هذا بحال هكا. المهم كما قلت لكم على بشره تكون ناشفه، انا غادي نحط هذا ديال الازريك اسيد ديال فيتي، هو اللي كنستعمل انا حاليا. تقولي علاش اللون ديالو داير بحال هكا، يعني غوز غامق او مايل الاحمر؟ بسبب واحد النبات اللي كيقولوا ليه الغاردينيا، يعني مكون تجميلي دايرينو كاضافات، يعني غير دار دايرينو في المنتج او الشركه كدير بزاف في المنتوجات ديالها. اكيد الزجاجه ديالو ما توصلش للجلد، يعني كنحاول ما امكن نخليوها نظيفه لان كنردوها للعبوه باش هكاك ما يتلوثش عندنا المنتج. صافي كنسرحو هكا وكنطبطب بحال كنديرها بطريقه تاع طبطبه، كنساعد انني المنتج ندخلو البشره ديالي. وكنديرو حتى لهاد البلايص هادو اللي كيكونوا فيهم او كيكونوا حساسين بزاف. وزعتو على وجهي كامل، غنخليه دقيقه ونرطب من وراه. من بعد باش نشوف المنتج غادي ندير مرطب. استعملي اي مرطب. احنا اهم حاجه هو ان يكون عندك الماده الرئيسيه اللي كتخدم على هذه المشاكل كامل اللي قلنا، وهو الازريك اسيد. اللي استخدمت فيه اصلا سيراميد، فيه سوي سيراميد، وفيه كذلك الماديكا سوسيد. هذه كدير بحال سونتيلا اسياتيكا، يعني كتهدأ وكتخدم على انها كتقلل التهيج. اخر خطوه غادي نختم بها وهو هذا كريم. هذا اللي استخدمت جيل، ودابا غنستخدم هذا كريم غادي نسد به، حتى هو فيه سيراميد. المنتج اللي استخدمت كما قلت لكم فيه السيراميد، يعني 100% فيه نسبه عاليه تاع سيراميد، كيخدم على تقليل الاحمرار، التهيج، كذلك يصلح حاجز البشره. يعني باش كنقول يصلح حاجز البشره يعني كيرمم، كيناسب الناس اللي عندهم حاجز بشره متضرر، البشره الحساسه، وكذلك حتى البشره الجافه. كنقدروا نديروه من وراء السيروم باش نسدو به لان الترطيب ديالو قوي. وثاني حاجه غادي ينفعنا في المشكل اللي عندنا، يعني اللي عندنا تحسس من المنتج او عندنا وخز كنحسوا بوخز او عندنا احمرار في البشره ديالنا. يعني هذا مناسب كما قلنا الناس اللي عندهم مشكل ديال البشره الحساسه. هذا هو الروتين ديالي تاع اليوم. يعني اكيد كتشوفوا بالنهار غتقولوا لي علاش دايره بالنهار. غادي نجيكم هو الاول بعض المعلومات نقولهم لكم على الازيليك اسيد. كما قلنا الازيليك اسيد كيخدم على تقليل الاحمرار، كذلك مضاد الالتهابات، كيفتح وكيدير تقشير خفيف. كذلك الناس اللي عندهم حب شباب لانه كيقلل لهم البكتيريا ديال حب شباب. حتى الناس اللي عندهم حب شباب لانه كيخدم على هذوك الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء وكيقلل لهم الالتهاب.
وكيخفف هذوك البطور خصوصا اللي كتكون متهيجه او الحبوب. وكذلك كيناسب الناس اللي عندهم الورديه. يخدم كذلك حتى على الناس اللي عندهم بشره مختلطه او دهنيه، كينظم لهم هذاك الافراز ديال الدهون. يخدم كذلك على انه كيقلل لهم هذاك اللمعان الكثير. الحاجه اللي زوينه في الازيليك اسيد وهو انه حمض امن، يعني تقدري ديريه حتى بالنهار كما كندير انا دابا. يعني هو غير حساس للضوء بحال الاحماض او بحال الريتينول او الريتينال او مشتقه ديال فيتامين ا كاملها. لا، هو تقدري ديريه في الروتين ديال الصباح وتقدري ديريه في الروتين ديال المساء. يفضل تاخذوا العلاجات اللي من 10 حتى 20. الا كانت من 20 الفوق يعني كتسمى شويه قويه، يعني علاجات قويه خاصنا نستخدموها بحذر. هو كيجي مزيان مع النياسيناميد، تقدري ديري مع الهيونيك اسيد، ديري مع السيراميدات كما درت انايا. تفادوا انكم تستخدموه مع الريتينول او تستخدموه مع الاحماض تاع الالفا هيدروكسي او البيتا هيدروكسي. نصح اي وحده عندها بشره حساسه او عندها ورديه قبل ما تستخدموه دير اختبار تحسس في منطقه واحده، لان كاين بعض المرات الازيليك اسيد كيكون مع تركيبه قويه ما كيناسبش حتى الناس اللي عندهم بشره حساسه. بالنسبه لي عندي انا كيخدم فقط على تقليل الاحمرار والتهيج، يعني ما كيعطيش تفتيح قوي. هذه التركيبه ديالو دايره هكا، يعني ما كيعطيش تفتيح قوي، كيخدم على الترطيب تقليل الاحمرار والتهيج. نتمنى اللي جربت الازيليك اسيد خلينا تعليق ديالها في التعاليق وتقول لنا على رايها على هذا المنتج او على تجربتها معه.